بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. النهاردة يا حبايبي هعمل لكم قرصة البركة. يعني ايه قرصة البركة؟ يعني شوية قرص كده من غير مقادير. هستعمل شوية دقيق، طبعا ما عيرتش. هستعمل ذرة ملح، هستعمل لبن رايب، هستعمل معلقة سكر، هستعمل شوية سمنة على شوية زيت، هستعمل الخميرة الفورية دي. تمام. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ هنخلط المقادير اللي هي الجافة مع بعضها. وادي ذرة الملح، وهحط الخميرة، تمام. هقلب كل ده كده مع بعضه، امزجه مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وابدأ اعمل ايه؟ احط السمنة والزيت. انا بعلمك يعني تعملي حاجة من اي حاجة. يعني انت ما بتحبيش انك انت يعني ايه ترتبطي بمقادير، او لسه هعمل، لسه هعاير، لسه لا. بصي، حبة على حبة على حبة، وهبدأ اخلي الدقيق يتجانس مع الزيت والسمنة، وهوريكم انا هعمل ايه. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي، اهو اهو خلاص الدقيق اتغلف اهو مع السمنة والزيت والمواد الجافة كلها. هبدأ بقى ايه؟ احط اللبن الرايب حبة حبة كده اهو. خلاص يا حبايب قلبي اتعجنت اهي وبقت زي الفل. هغطيها بقى شوية وارجع بقى ايه اقطعها. بصوا يا حبايبي، بصوا العجينة. اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا، هبدأ بقى ايه اقطعها واحطها في الصينية وارجع لكم. تمام، خليكم معايا. صلوا على رسول الله. اهي العجينة، حتة العجينة اللي انا عجنتها اديني اهي، قطعتها اهي وعملتها قرص. هعمل فيها ايه بقى؟ هعمل فيها بالشوكة كده، هغرزها كده بالشوكة، ومولعة الفرن على درجة حرارة 200، وهحطها في الفرن واوريها لكم بعد التسوية. صلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. بصوا يا حبايبي، ده كان الشكل النهائي لقرصة البركة اللي عملناها. مش عايزة اقول لكم على ريحتها وطعمها خطير، حاجة كده جميلة جميلة جميلة. بصوا بصوا، تحفة تحفة وطرية وجميلة وريحتها حلوة قوي. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، وادعوا لأهل فلسطين ربنا ينصرهم. أنا كنت سعيدة أن أنا معاكم، متشكرة جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.